النهارده كمان عايز اقول لكم حاجه. احنا كان ناقصنا مثلا من اللعيبه تيم بحاله، نص تيم بحاله. يعني لو اي حد تعرض للموقف ده بدايه من يعني 7 لعيبه النهارده، اقول لك سيبك من منعم ما كانش معانا لكن انا بكلمك على ياسر ومحمد حمدي وفتوح ورامي ومروان وصلاح محسن. اللي هم توقفوا بالليل، يعني هم توقفوا بعد العشاء، يعني بعد التمرين عملنا التكتيك وعملنا التمرين ورسمنا ان اذا كان صلاح هيلعب صلاح محسن او مروان، واشتغلنا وعملنا المحاضره. عملنا المحاضره فعرفنا بالليل خالص، يعني قبل ما ننام. يعني انا قصدي كان عندنا وقت ان احنا الناس تعرف عادي اوقف اللي انت عايزه اعمل طبعا، لكن في نفس الوقت احنا جاهزين لكل حاجه. وانا ما اتفاجئتش يعني، لان انا عندي محضر اللعيبه بتاعتي. لكن الغيابات اللي كانت موجوده النهارده كانت ممكن تبقى مؤلمه لاي فريق، ولكن احنا بنسبه ان انا اللعيبه اللي معايا كلها مش كماله عدد، كلهم ليهم دور واشتغلوا وبحييهم جدا. وان شاء الله احنا اكتسبنا الفريق اللي موجود، الاعمار بتاعتهم مع اللعيبه النجوم القدام، مع اللعيبه اللي طلعت واللي كانوا في المنتخب الاولمبي قبل كده، بعد الشواهد اللي طلعت من الدوري المصري كلهم من الدوري المصري. وعايز اعيد تاني هذا نتاج محلي. التيم بتاعي النهارده باستثناء صلاح وزيزو ومصطفى، صلاح وعمر ومصطفى، احنا كل المجموعه الدوري المحلي. فان شاء الله انا سعيد حتى ان هم من الدوري المحلي، ورغم اتمنى ان يبقى فيه عدد الاحتراف اكتر.